يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى اخوات، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير واحسن حياه. ربنا يجعل يومكم مليان بالخير والبركه والرزق والامل وراحه البال. صباحكم ابيض زي قلوبكم. حابه اشكركم على وقفتكم معايا على القناه. ما شاء الله القناه بتكبر ان شاء الله، خلاص هانت وهنكبر وهنظهر للناس كلها. حابه اشكر كل حد حط لي لايك، حابه اشكر كل حد دعمني ولو بكلمه. حابه اشكر فريق معا لطريق النجاح. مش عايزه اقول اسماء عشان خاطر ما اقولش ما اكونش قلت حد ونسيت حد. عايزه اقول لكم إنكم كلكم في قلبي. ربنا يجعلنا كده دايما خير لبعض ووش خير لبعض يا رب، اللهم امين. تاني حاجه، الناس اللي بتحط لي كومنتات وبتدعي لي، دعواتكم بتوصل لي وبتكبر بخاطري. ربنا يكبر خاطركم جميعا يا رب، اللهم امين. تالت ورابع حاجه بقى، ان شاء الله على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل اللي يدخل الفيديو يثبت وجوده بالصلاه على الحبيب مرتين تلاتة اربعة زي ما تحب، متبخلوش على حبيبكم بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه طبعا. تالت حاجة بقى او اخر حاجة بقى، خلاص نبدأ كلامنا ببركة بسم الله. بدأت معايا يوم روتيني عادي جدا خالص. حبيت اشارككم كده يوم عادي كده مختصر، لانكم بصراحة وحشتوني، وكمان كنت عايزة اشكركم على وقفتكم جنب الصراحة يعني. هنا بدأت يومي. طبعا انا بقالي فترة كبيرة كنت تعبانة لسبب ما، ان شاء الله نقوله في فيديو تاني لوحده. تالت حاجة بقى، قلت كده اخد علاجي اول حاجة، وبعد كده عملت لي كوباية مية بليمون كده. كان الجو الواحد يعني ايه برد وتعب وحاجات من دي، فالواحد محتاج شوية سوائل دافية يعني. وبعد كده خلاص هعمل معاكم غدا بكوباية رز واحدة بس. جبت كوباية رز، بس اكتشفت بعد ما جبتها انها محتاجة تتنقى كويس جدا. كان الرز لسه جديد ومعرفش ان هو محتاج تنقية بالطريقة دي. فاللهم صل على النبي. كده هنقيه معاكم. اول حاجه بقى هنطلع منه اللي بيقولوا عليه الرز المتغلف لوحده ده، او الطوبه، او اي رزايه مش كويسه، علشان الاكل بتاعنا يبقى حلو، مفيش حاجه تيجي تحت الضرس وكده يعني. وبعد كده سفحته كويس جدا، وبعد كده هغسله غسيل كويس مره واتنين وتلاته واربعه، وهجيب اصغر صينيه عندي واحط فيها كوبايه الرز اللي احنا نقيناها وغسلناها ودلعناها مع بعض دي. بعد كده بقى انا هعمل رز معمر. انا باجي بعمل سواء صينيه كبيره او صغيره، بحط انا بعمل 3 عقل كده في الصينيه. اول عقله من صبعي بتكون مليانه رز، تمام. وبعد كده العقله التانية لحد التالتة ونص بتبقى لبن، وبعد كده بكمل ميه سخنه لو امكن يعني، لو اللبن ما كفاش، تمام. طبعا اسفه على صوت الاولاد. إيه بحطه انا بقى. انا هعمله معاكم بطريقه سهله خالص، لا سمنه ولا قشطه ولا الكلام المتعب ده كله، حاجه خفيفه كده خالص. حطيت معلقه سكر ومعلقه ملح حسب الرغبه. انت بتحط الملح بتاعك حسب رغبتك انت. انا هنا كان عندي لبن حوالي كيلو او 4 كوبايات لبن، هحط 3 كوبايات ونص واسيب نص، او 3 واسيب واحده يعني. المهم هخلي هملى الصينيه لبن زي ما انتم شايفين كده، وهشيل حبه، وبعد كده هزود الباقي ميه سخنه جدا. مهم جدا درجه الميه بتاعتك، لو اللبن بتاعك مغلي تحط ميه سخنه، لو بارد تحط ميه بارده عاديه جدا. اهم حاجه تظبطي يبقوا مع بعض، سواء بارد او ساقع يبقوا الاتنين نفس الدرجه، عشان تديك النتيجه اللي انت عايزاها ان شاء الله يعني، تمام. بعد كده هحط على الوش معلقه زيت حلوه كده، مش هحط سمنه ولا اي حاجه خالص. دي اخف طريقه بالنسبه بقى للناس اللي مبتحبش الحاجات السمينه ولا الحاجات اللي فيها زيوت كتير، ولا سمنه ولا الكلام ده كله، تمام. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله تعجبكم وهتعتمدوها يعني. معمر فلاحي بطريقه اقتصاديه خالص يعني. هقلب انا الزيت كده بالمعلقه كده يمين وشمال كده، حاجه بسيطه جدا بحيث انه ياخد وش الصينيه كله. وبعد كده هدخله، وبعد كده انا بدخله بقى تحت الشوايه، بسيبه تحت الشوايه الاول ياخد لون. لازم مهم عشان خاطر لو حطيته من تحت من غير الشوايه هيغلي ومش هيدينا اللون اللي احنا عايزينه. اللبن هيفور وهينشف وهيشرب الميه. بدخله من الفرن وبشغل الشوايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبدا يغلي من فوق وبيبدا يعمل طبقه لونها عسلي كده، اللي هو اللون المعمر تشوفوه معايا حالا ده. فبعد كده مجرد ما بياخد اللون وبلاقي لونه كويس، بقوم مطفيه الشوايه وسايبه الفرن من تحت شغال عادي جدا. وما شاء الله ما شاء الله بيديك النتيجه الهايله دي. طبعا بتسيبيه لحد ما ينشف، بتحبيه يكون في نسبه لبن كده يعني ايه، ما بتخلوش يشرب اللبن كله. هنا كنت انا سايباه عادي يعني، بين لا ناشف قوي ولا فيه لبن كتير يعني، عادي يعني الدنيا زي الفل الحمد لله. وده كان شكله ما شاء الله
خفيف وسريع اقتصادي جدا، لا كلفنا سمنه ولا كلفنا قشطه ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها. حاجه خفيفه وتغيير وبسيط جدا عشان خاطر الميزانيه، وكمان عشان خاطر الناس اللي عندهم يعني بيتعبوا من السمنه والحاجات دي كلها. تمام، هنا هقدمه معاكم لكم. شكله كان عامل ازاي؟ طبعا كان سخن، انا بحبه وهو بارد جدا على فكره. في ناس بقى بتاكل معاه عسل اسمر، هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم ما اعرفش فيه يعني. انا المكان اللي انا فيه بياكلوه بالعسل الاسمر. ممكن احنا بقى عندنا في بلدنا بنعمله مثلا مع فراخ، مع لحمه، صينيه فراخ بالبطاطس، صينيه لحمه بالبطاطس، الكلام ده كله يعني. يا ترى بقى انتوا زينا ولا لا او زيهم؟ وفي ناس بتعمله جنب سمك مشوي. بصراحه مش عارفه ايه الاتنين جنب بعض ازاي، بس الدنيا نفسي وما تحب بقى. هي ده كان شكله ما شاء الله، كان مظبوط وكان مفلفل وكان زي الفل وكان سخن جدا وكان طعمه زي العسل، يستاهل بقكم كلكم. ان شاء الله جربوه وان شاء الله يعجبكم. انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان خاطر بنوته طلبت مني، هبقى اسيب لكم السكرين بتاعها على المنتدى، لو عرفت هحطه على الفيديو بعد المونتاج. طلبت مني طريقه رز معمر بطريقه بسيطه جدا. ان شاء الله اكون قدرت ابسط لك الدنيا، وان شاء الله قدرت اكون افيدك كده، وان شاء الله كده اكون خفيفه على قلبكم كلكم، وان شاء الله مكملين ومستمرين، وان شاء الله من نجاح لنجاح دايما كلنا مع بعض. بشكركم من كل قلبي، شكرا لكل حد ساهم في نجاحي، بحبكم في الله، ومع السلامه.